الحقيقة إنها فكرة مبدعة ومتحدية ويعني تحيط بها الكثير من التحديات التي سنعرفها أكثر من الأستاذة نوال مصطفى مستشار النشر الثقافي بالمؤسسة العربية الحديثة ونائبة رئيس مجلس أمناء مسابقة روايات مصرية للجيب. مساء الخير، مساء النور، مساء التنوير، مساء الفكر والثقافة. أقف بينكم اليوم في هذا الصرح الثقافي الرفيع، دار الأوبرا المصرية، لأحتفل معكم بهذا الحدث الثقافي المهم. أشعر بالفرحة فرحتان: فرحة إعلان نتائج مسابقة روايات مصرية للجيب، وفرحة لقائي بكم جميعاً، قامات مصر ونخبتها المثقفة من أهل الفكر والأدب وصناعة النشر. الجميل أن نلتقي اليوم في هذا المكان الأسير القريب من قلبي، دار الأوبرا المصرية. وهنا لابد أن أشكر الدكتورة نيفين الكيلاني التي رعت هذا الحفل والتي تؤمن برسالة دارنا العريقة. الحضور الكريم، مشاعر متداخلة تتملكني الآن، طوفان من الحنين والنوستالجيا، استدعاء لأحداث مرت في حياتي، ذكريات تدفقت عبر تاريخ عائلتي. الجيل الأول قاد مسيرته أبي الناشر الرائد سيد مصطفى. الجيل الثاني انطلق خلاله أخي حمدي مصطفى ليؤسس مشروعاً ثقافياً فريداً من نوعه. الجيل الثالث يضع رؤيته بحماس وحب ابن أخي مصطفى حمدي الذي يمثل الحاضر والمستقبل. وسط هذه الذكريات أستحضر تفاصيل قصة تستحق أن تروى. قصة شاب صغير يملأه الطموح والشغف لمهنة انطبع حبها في جيناته. كان في طفولته يذهب مع والده الناشر الكبير إلى المطبعة، يقف مع العمال يحدق في أصابعهم وهي تصف الحروف والكلمات، ينبهر بحركة ماكينات الطباعة وهي تبتلع الورق الأبيض من جهة ثم تخرجه كتاباً مطبوعاً من الجهة الأخرى. يسافر هذا الشاب في رحلة إلى أوروبا، يلفت نظره أن الناس هناك يسيرون في الشوارع ومعهم كتباً صغيرة في حجم الجيب، يقرؤون وهم ينتظرون حافلتهم أو قطارات المترو، لا يفارقهم الكتاب طوال رحلتهم ذهاباً وعودة. يثير هذا المشهد غيرته: لماذا لا يفعل شبابنا في مصر مثلما يفعل هذا الشباب؟ كيف يصبح الكتاب رفيقاً دائماً لكل شاب وشابة مصرية؟ يعود إلى مصر لكن عقله لا يتوقف عن التفكير، فكيف يمكن تحويل هذا الحلم إلى حقيقة؟ تمر السنين ويرحل الأب، يتسلم الشاب الممتلئ بالحماس والطموح الراية بعد والده، متكئاً على رصيد مشرف في مجال النشر والمعرفة لمؤسسة رائدة. يغامر الابن بتنفيذ فكرة من الصعب أن يتحمس لها ناشر آخر، فالكل يبحث عن الربح ويراهن على الحصان الكسبان. لكنه يفعل، ينشر إعلاناً في جريدة الأهرام يطلب فيه أن يتقدم بعمله من يجد في نفسه موهبة حقيقية في الكتابة أو الرسم، ينقب بنفسه بين الأعمال ويخرج الدرر بإحساس عالي بالموهبة الحقيقية. يتبنى تلك الجواهر ويحيطها بالرعاية الكاملة والاهتمام.
لا يطلب منهم سوى الكتابة المستمرة والإبداع. يبتكر فكرة جديدة في النشر، وهي فكرة السلاسل، يقبل الشباب عليها وتحقق نجاحاً يفوق توقعاته. ينتظر الشباب العدد الجديد من ملف المستقبل، رجل المستحيل، ما وراء الطبيعة، فلاش وغيرها من السلاسل بترقب وشغف. يتسابقون من يكمل كل أعداد السلسلة، ويتباهى من لديه العدد الناقص عند صاحبه. هذا الشاب الذي أحكي جزءاً من قصته الطويلة هو الناشر العبقري حمدي مصطفى، الذي رحل عن عالمنا يوم 21 سبتمبر 2011، تاركاً إرثاً عظيماً من الثقافة ومشروعاً محترماً لبناء الوعي لدى شباب مصر. المسؤولية بعد وفاته كانت ضخمة، والتحدي لا يزال كبيراً، فالشخصيات الآسرة الفريدة من الصعب أن تتكرر. لكن حمدي مصطفى لم يترك إرثاً ثقافياً عظيماً فحسب، بل ترك من بين أبنائه من يستطيع حمل الراية وتكملة المشوار. يأتي الجيل الثالث لمؤسسة تجاوز عمرها 100 عام، يقود مصطفى حمدي، الشاب الطموح الذي ورث عن والده حب الثقافة وشغف المعرفة. لم يكن الحفاظ على ما تحقق هو التحدي الوحيد أمامه، بل كيف يخطو بكل هذا خطوات وخطوات صوب المستقبل. كيف يطور الصناعة لتتماشى مع لغة العصر، كيف يؤسس لنسخة عصرية من روايات مصرية للجيب تستخدم المحتوى المؤسسة العريقة وتحفظ لها ريادتها دوما. الحضور الكريم، لقد شاركت مصطفى الحلم عندما طلب مني منذ 1.5 سنة أن أشاركه في وضع رؤية جديدة لدارنا الحبيبة، واليوم يسعدني أن نحتفل معا ومعكم بتدشين النسخة الثانية من مسابقة روايات مصرية للجيب. وأود أن أنقل إليكم بعض الأرقام التي تلخص مشوار سنة كاملة من العمل الدؤوب لإخراج تلك المسابقة المهمة التي فاقت نتائجها توقعاتنا. إليكم الأرقام. بدأنا في الإعلان عن هذه المسابقة قبل حوالي عام من الآن، يعني 11 شهر تقريباً. الإعلان على الفيسبوك وإنستجرام وكل المنصات الإلكترونية كان في 28/10/2022، ومرحلة التصفية الأولى كانت من منتصف شهر 12 حتى منتصف شهر 2. إعلان القائمة الطويلة للأعمال كانت في 23 إبريل 2023، وهو اليوم الذي يتزامن مع يوم الكتاب العالمي حسب ما أقرته منظمة اليونسكو. إعلان القائمة القصيرة للأعمال كان في 25/5/2023. بعض الأرقام اللي يعني طبعاً اللي بتوضح يعني كم الإقبال على المسابقة، إن الرواية تقدم ليها 369 متسابق، 80 متسابق، السيناريو والحوار 70 متسابق. عدد الجنسيات المشاركة وصلت ل 28 دولة. طبعاً أكيد في جاليات عربية في هذه الدول، يعني أكيد طبعاً اللي تقدموا لينا بيكتبون العربية يعني. عدد النساء كان 335 وعدد الرجال 563. دي يعني ملخص سريع عن رحلتنا الطويلة قرابة عام في هذه المسابقة التي يعني أشرف بالإشراف عليها. أشكركم جميعاً على تشريفكم حفلنا الثقافي المشع بالأمل، وأتمنى لكم سهرة سعيدة معنا إن شاء الله.